فضايح وكوارث داخل نادي الزمالك وما تعرفش ايه اللي بيحصل جوه. احنا في فترة دلوقتي المفروض كإدارة سواء اهلي او زمالك تتمتع بحاجة اسمها الهدوء التام، وده اللي بيعمله إدارة الاهلي دايما. مش هقولك دلوقتي، لا دايما، بس انا مش هتكلم على إدارة الاهلي دلوقتي لان معلش إدارة الاهلي غصب عنك بتخليك تحترمها ايا كان مين الشخص اللي موجود. وطول تاريخ النادي الاهلي سبحان الله سبحان الله ان كل الناس اللي بيبقوا موجودين على كرسي رئاسة النادي الاهلي دايما بيبصوا لمصلحة النادي الاهلي، ودايما ناس كاريزما، ودايما ناس عايزة تنجح، وقبل ما تكون عايزة تنجح لشخصها عايزة تعلي من شأن وكيان النادي الاهلي اكتر واكتر ما هو كبير. عكس الناحية التانية في نادي الزمالك عندنا نسبة كبيرة من اللي قعدوا على كرسي رئاسة نادي الزمالك ناس ما يهمهاش غير مصلحتها الشخصية، ودايما كنا بنشوف صراعات شخصية على الكراسي وعلى اللي مين ياخد اللقطة. فدايما هتلاقي حتة اللقطة دي جوه نادي الزمالك كتير للأسف، سواء بقى في الرئاسة سواء في لعيبة سواء كله عاوز الايه، يقول انا صاحبي، انا اللي على وش التورته، انا السبب في كل ده. فكل واحد في الزمالك بيبقى عاوز يعمل لقطة وعاوز يكوش لمصلحته الشخصية، ومصلحة الزمالك وكيان الزمالك واسم الزمالك آخر هم الناس ديت. بل ما تلاقيش عندهم أصلا حاجة اسمها زمالك، ولكن مصلحتهم أولا وأخيرا هي إيه؟ المصلحة الشخصية ده دايما. فدلوقتي بص مثلا على صفقات الزمالك اللي بيعملها او اللي ماشي فيها، والصفقات اللي الاهلي عملها. الاهلي جاب مين؟ جاب يحيى عطية الله، جاب اشرف داري، وجاب يعني جاب ابرز الاثنين اللي جابهم، بعيد بقى عن عمر الساعي وايمن والناس ديت، ولكن يعني جاب لك اتنين كانوا في منتخب المغرب في كاس عالم واخدين رابع كاس عالم، منتخب المغرب الفشيخ حرفيا. فالاهلي بص يا معلم اشرف داري تعالى، كان سردباك منتخب المغرب في كاس العالم. يحيى عطية الله ما كلنا عارفينه، والوداد والمغرب لعيب عالي. الناحيه الثانيه في الزمالك عارف ان عندنا مشاكل وعارف علينا ديون وعلينا، وده بسبب زي ما قلت لك في البدايه ان الاداره بتسلم اداره بكوارث اكتر من اللي قبلها. فانت هنا كاداره جاي وعارف ان في كوارث، خلاص يبقى شيل شيلتك، لكن ما توعدش بكلام ساعة الانتخابات وبعد كده تقول له يا جماعة والله الأمور صعبة. ولكن بص على الزمالك جاب مين؟ جاب بنتايج، ولكن بعيد بقى عن قدرة اللعيب دوت ولا ايه، ما نحكمش عليه دلوقتي. ولكن بص الأهلي بيبص للاعب السوبر ازاي في الصفقات الجديدة. مشى منعم جاب داري، معلول مش عارف ايه، مفيش باك شمال، تعالى يا يحيى عطية الله، امشي يا ديانج، تعالى يا عمر يا ساعي، افضل موهبة دلوقتي داخل مصر. شوف يا معلم التعويض اللي اداره الاهلي شغاله بيه، ورغم كل ده تلاقي برضه بعض من جمهور الاهلي زعلانه من اداره الاهلي. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، عايزين ايه تاني؟ اصل صفقه بن رمضان فشلت يا عم، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ هو بن رمضان ده هيجيب ايه للاهلي اكتر من اللي الاهلي بيجيبه؟ الاهلي دوري كاس سوبر مش عارف كاس عالم بيشارك وبيعمل وبينافس، عايز ايه تاني انت؟ مفيش بطوله تانيه الاهلي اصلا ينفع ينافس فيها، فانت محتاج ايه؟ بالعكس بن رمضان لو جه الاهلي هو اللي يضيف لبن رمضان. ولكن انت بتتكلم على بن رمضان وعلى الاداره ان هي ما جابتش بن رمضان. يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ اما احنا كزمالك نعمل ايه؟ احنا كزمالك بنعمل ايه؟ فنبدا نبص في صفقات تانية، ولكن صفقات فري، لان مفيش سيوله ولا في فلوس. فدايما اللعيبه الفري هتلاقيها بنسبه كبيره مستواها هبط عن ما كانت قبل كده، او مشاكل او الكلام ده كله. زي اللاعب بوبنزا، انا مش عارف قلت الاسم صح ولا لا، ولكن هو بوبنزا لاعب الشباب السعودي واللي كان في الدوري الامريكي. الراجل ده فري، ولكن من كتر المشاكل اللي كانت بتحصل بقى معاه فحاليا هو فري، فبدا الاهلي الزمالك ان هو يتكلم معاه. فاللاعب بقى بيضحك على الاداره ويقول لهم ابعتوا لي الفلوس وانا هبقى اجي. طبعا اداره الزمالك يعني معلش، يعني دي حاجه الوحيده اللي هم ايه كنا هنقول عليكم عبط. قالوا لا تعالى مصر يا معلم وانضم للتدريبات وهنعمل ايه؟ نديك فلوسك. فهنا اللاعب
لحد دلوقتي ما بنعرفش هيجي ولا مش هيجي. ولكن شوف اداره الاهلي بتتعامل ازاي في الصفقات امام اداره الزمالك بتتعامل ازاي في الصفقات، وهتلاقي جوه في اداره الزمالك بالمشاكل والخناقات اللي شفناها في اليومين اللي فاتوا ما بين مجالس الاداره والحاجات اللي طلعت ديت اللي ما تلاقيش ابدا بكيان نادي الزمالك الكبير وتاريخه الكبير، ان يكون في الاداره خناقات زي كده وصراعات زي كده، وكل واحد عايز يجيب الصفقه على مزاجه وكل واحد بيشتغل لمصلحته الشخصيه. ولكن في فتره احنا خلاص قدامنا بالظبط 24 يوم يا زمالك، 24 يوم يا زمالك، تاني 24 يوم ايه يا زمالك، بل اقل من 24 يوم كمان. النهارده كام في الشهر؟ قول في اليوم الجديد 6، فالمباراه يوم 27. يعني يا معلم اقل من 24 يوم اللي انا قلتهم. يعني احنا بنتكلم في 20 يوم مثلا او 21 يوم بالظبط، ونشوف مباراة السوبر في السعودية ما بين الاهلي والزمالك. الاهلي بطل افريقيا، الزمالك بطل الكونفدرالية. بطولة مهمة بالنسبة للزمالك وبالنسبة للاهلي، جيها جوائز مالية مهمة، بطولة في بداية موسم مهمة جدا 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 جدا، وحط تحت جدا دي مليون خط. بطولة تديك دفعة تعلي وتهدي، لا اما توطي وتولع اكتر ما الدنيا ولعه، اكتر ما الدنيا ولعه. يعني مثلا كزمالك لا قدر الله خسر، ايه اللي هيحصل؟ الدنيا تولع اكتر من كده. الاهلي ان شاء الله خسر مثلا، يعني اداره زائد الجمهور الاهلي بعضهم بين رمضان وصفقات و كل الكلام ده كله ممكن. طبعا في النهايه سيبك بقى من مين يفوز ومين يكسب، ولكن في النهايه ان شاء الله نتمنى ان احنا نشوف مباراه كبيره ما بين فريقين كبار، الاهلي والزمالك، اكبر انديه في الوطن العربي، وان شاء الله تكون مباراه ممتعه. وفي النهايه كل واحد يتمنى الفريق طبعا اللي بيتمنى ينتمي ليه وبيشجعه ان هو يفوز. انا كزمالك اتمنى ان شاء الله نكون احنا ابطال السوبر الافريقي، رغم المهمه صعبه جدا امام خصم قوي وعنيد زي الاهلي. فريق قوي جاهز واقف على رجله، اداره محترمه، لعيبه بروفيشنال، لعيبه ستار، لعيبه سوبر، لعيبه الناحيه الثانيه في مشاكل، واللعيبه نص ستار ونص سوبر والكلام ده كله. ولكن كفايه عظمه لحد كده في ليله من ليالي العظمه. استنوا بكره حلقه ناريه، شهر السوبر الافريقي. كفايه عظمه لحد كده. سلام.